إيزاك من فضلك بالراحة. ما تخافش يا ديفيد يا حبيبي، مش هتحس بأي حاجة، أنا إيدي بلسة. الله يخرب بيتك يا إيزاك. مش قلت لك بلسة؟ يا إيزاك جاهزين؟ جاهز يا شلومو يا حبيبي. عايزين نسمع بقى. Taxi, madame. Yes, please. في أي تحرك ليكي في الشارع لازم تتأكدي إن مفيش أي حد وراكي، ولازم تعملي إجراءات التضليل اللي اتفقنا عليها. Hello. Hi, espresso, please. Of course. إيه الأخبار؟ بصي قدامك. امبارح فتشوا اوضتي. إجراء عادي ومتوقع. في حاجة راحت؟ لا خالص. قابلتي أدريان؟ ايوه، وقال لي ان هم هيدرسوا شروطي ويردوا عليا بكره. فين؟ في مقر الوكاله. اداك العنوان؟ لا، هيكلموني في التليفون او يعدوا ياخدوني من الاوتيل. ايه رأيك في كلامها يا ديفيد؟ البنت المرة دي مختلفة خالص عن المرة اللي فاتت. مختلفة ازاي يعني؟ ما انت سمعت التسجيل، واضح جدا من صوتها انها خايفة ومترددة، لكن في نفس الوقت واثقة هي عايزة ايه بالظبط. يعني هي ممكن تكون عايزة ايه؟ عايزة بلاك ولا باللبن؟ ايه؟ القهوة بتاعتك بلاك ولا باللبن يا حبيبي؟ بلاك يا إيزاك، بلاك. خلاص يا حبيبي، من غير عصبية. وانت يا ديفيد يا حبيبي؟ بلبن إيزاك. اهو شفت يا شلوم، في ناس كده وناس كده. كنا بنقول ايه يا ديفيد؟ كنا بنقول ان سامي متغيرة المرة دي عن المرة اللي فاتت وليها طلبات جديدة. طب في رأيك ايه هو أهم طلباتها؟ الفلوس شلومو، الفلوس. واضح جدا ان المعلومات اللي جمعتها كانت في منتهى الخطورة على أمن بلدها من الناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية، وفي رأيي ده اللي خلاها تتردد. وفي نفس الوقت المعلومات اللي جمعتها حست بقيمتها من الناحية المادية. طب عرفت منها أي حاجة عن المعلومات اللي جمعتها دي؟ رفضت تتكلم قبل ما نوافق على كل شروطها، وأنا أعتقد إن هي عندها معلومات مهمة جدا. دي تاني حركة غير متوقعة تعملها بعد رفضها النزول في الأوتيل اللي حجزنا لها فيه. تفتكر؟ لا عايز أفتكر ولا عايز أخمن. أنا لازم أشوف المعلومات اللي هي جايباها وأتأكد من صحتها، وبعدين بقى نفتكر ونخمن براحتنا. اديلها اللي هي عايزاه يا شلوم يا حبيبي. البنت كويسة وتستاهل. قلت لك بلاك، بلاك يا إيزاك. من غير ما تزعل نفسك. اهو
هنا من بدري؟ قاعد مستنيكي بقالي ساعة. كنت فين طول النهار؟ ما انت عارف كان عندي شغل، وبعدين قعدت الفلف في البلد شويه. ما كلمتنيش ليه في المعرض زي ما اتفقنا؟ كنت هكلمك اول ما اجي الاوتيل، بس انت طلعت احسن مني. ممكن دلوقتي تطلعي تغيري هدومك ونشوف هنتعشى سوا فين؟ مش قادره يا نبيل النهارده خالص، انا بجد تعبانه قوي من الصبح في الشارع. عايزه اطلع اطلب روم سيرفيس واكل وانام. الا قولي يا نبيل، هو التلفزيون هنا بيتاخر كتير؟ بيتأخر لبعد 12. طيب هقعد بقى اسهر قدام التلفزيون لحد ما انام. طب وانا هشوفك امتى؟ خليها يوم تاني بس ما يبقاش متاخر زي النهارده. طب ممكن بكره نتغدى سوا؟ حسب الشغل ما يخلص. لما تفضي بقى كلميني. ممكن؟ انت تؤمر يا حبيبي. تصبح على خير. سامي